عملنا النهاردة شوية عظمة، حاجة كده طعامة من الآخر، لا هتدوقوا لا أحلى ولا أطعم من كده. عملنا شوية جمبري مع حبة كابوريا، حاجة كده تحفة، مع شوية رز معمولين بشوربة الجمبري من غير جمبري، تستاهل بقكم. حلة على النار فيها معلقتين زيت كبار أو زبدة زي ما حضرتك تحبي، أنا عاملاها بالزيت. جبت نص كيلو من الكابوريا بالشكل ده، شطفت الكابوريا بشوية ملح ومية مرتين ثلاثة ونطفت معايا بالشكل ده. هنزل بيها على الزيت، هشوحها، هاخد الكابوريا اللون الاورنج ده اقلبها بالشكل ده. هضيف عليهم بصلايه متقطعه شرايح بالشكل ده، قرن فلفل اخضر واحمر واصفر، وجزرايه صغيره مكعبات، وطماطمايه صغيره متقطعه مكعبات مع عودين 3 كرات، وانزل بيهم على الكابوريا. هنزل عليهم بمكعب مرقه خضروات، رشه ملح، نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من البهارات السبعه، وهشوحهم. هديهم فصين توم مفرومين، وهقلب. هضيف عليهم الميه المغليه، اغطي الكابوريا واسيبها تستوي على النار لمده تلت ساعه. استوت الكابوريا بالشكل ده وعملت شوربه جميله. هنطفي عليها النار، معلقتين زيت كبار على النار او مكعب زبده كبير زي ما حضرتك تحبي، شويه من روس الجمبري هشوحهم. هنعمل من روس الجمبري احلى شوربه نسقي بيها الرز. اخدت كده روس الجمبري اللون الاورنج الحلو، انزل عليها ببصلايه متقطعه، شويه حلوين من الفلفل الالوان والجزر والطماطم متقطعين شرايح صغيره بالشكل ده، وهشوحهم معاهم. هضيف كمان عودين كرفس هيدوني طعم حلو للشوربه، وهقلب كل الخضار ده مع روس الجمبري. هضيف فص ثوم كبير مفروم، هضيف مكعب مرقه خضروات، معلقه كمون صغيره، معلقه من بهارات السبعه صغيره، شويه من الملح، وهقلبهم. هضيف عليهم ميه مغليه، عشان ناخد احلى شوربه من روس الجمبري. سبت الشوربه تغلي كده لمده 10 دقايق علشان اخد شوربه دسمه كده وتقيله، ما تبقاش خفيفه. عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه وريحتها خطيره. هنطفي عليها النار، حله على النار فيها معلقتين زيت كبار، سخن الزيت معايا بالشكل ده. هنزل عليها ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات، هفضل اشوح فيها لحد ما تاخد اللون البني الفاتح مش الغامق علشان ما يمررش معايا الرز. بدأت البصلة تاخد اللون البني، هديها نص معلقة صغيرة من السكر. هنزل عليها بكوبايتين من الرز المصري المغسول والمتصفي كويس، اشوحه مع البصلة. بعد ما شوحت الرز كويس بالشكل ده وغلفته بالمادة الدهنية عشان يطلع معايا مفلفل، هضيف له كوبايتين الرز المصري، 3 كوبايات من شوربة الجمبري اللي احنا عملناها بس نصفيها الاول. ما ضفت 3 كوبايات من شوربة الجمبري على الرز بالشكل ده، هظبط الملح بتاعها، خلي بالي علشان انا حاطه ملح في الشوربه. هغطيه وهدي النار عليه لحد ما يستوي. استوى الرز بالشكل ده، شايفين الرز مفلفل ازاي، طعمه خطير، ريحته جميله جدا. صينيه على النار بالشكل ده فيها 3 معالق كبار من الزيت. جبت جمبري شطفته كويس بميه فيها ليمون وملح وصفيته. الجمبري بيتشطف بس ما بيتغسلش عشان الفايده بتاعته ما تروحش. سخنت معايا كده الطاسه، هنزل فيها بالجمبري اديله صدمه علشان ما ينزلش ميه. الجمبري ياخد اللون الاورنج ده هقلبه كله اللون الاورنج ده. هنزل عليه بمعلقه ثوم كبيره مفرومه، معاها فلفل احمر رومي حامي او بارد وفلفل اخضر، فرمتهم في الكبه ونعمتهم علشان اضيفهم معاه، وهقلب علشان ياخدوا من طعم الخلطه.
بعد ما شوحتهم كده مع خلطة الثوم والفلفل، هنزل عليهم ب3 قرون من الفلفل الالوان الصغيرين، احمر واخضر واصفر بالشكل ده، وهقلب. خد الجمبري تشويحه مع الفلفل، هنزل عليه بكوزين من الذره الحلوه المسلوقين ومستويين تماما، وهشوحهم. هديهم رشه حلوه من الملح والكمون والكزبره، رشه حلوه كده من البهارات السبعه، رشه حلوه من البابريكا. هديهم تقليبه، هغطيهم 4 دقايق عشان ياخدوا من طعم بعض. بعد 4 دقايق كده فتحنا على الجمبري، استوى بالشكل الجميل ده. هنديله عصرة ليمونة حلوة ونطفي عليه النار. بصوا على جمال الكابوريا وحلاوة الشوربة بتاعتها، حاجة كده من الآخر. بصوا لي على جمال الجمبري بالخلطة الخطيرة دي، أحلى جمبري سوتيه هتاكلوه.